مساء الخير. زي ما احنا متفقين العالم مليان غرائب وعجائب، بس النهاردة احنا هنسيب الأرض وننزل البحر. النهاردة حكايتنا من بحر الشمال، أكتر منطقة بحرية مرعبة في التاريخ. كل بحار العالم كوم، ورابع بحر الشمال كوم تاني خالص. يقال إن بحار العالم تحتوي على 1000 وحش، 900 منهم بس في بحر الشمال. تعرفوا إن بحر الشمال ده سبب محطوط في أوراق بحثية علمية لانقراض الفايكنج؟ الأول هنبدأ بمخطوطات ألفريد العظيم اللي كان شبه الرحالة بس في عالم البحار. ألفريد بيقول إنه أبحر في بحر الشمال 4 مرات، اعتزل الإبحار في كل مرة من ال4 مرات. بيقول إن أول مرة أبحر وبعد ما دخل في ظلمة البحر شاف أضواء غريبة تحت المية على عمق كبير. بعدها هو وكل الطاقم حسوا بدوران، وبدأ منهم ناس تفقد الوعي. حسب كلام ألفريد هجم عليهم مجموعة من حوريات البحر، أسنانهم حادة ومشرشرة زي السكاكين. بيقولوا إنه ما شافش النساء بجمالهم، ولكن ديولهم كانت زي السيوف من حدتها، وكانوا عدائيين ومرعبين جدا، وكان ليهم أصوات تسحرك بيها بحيث إنك تفضل واقف وتتاكل وإنت حي بدون ما تتحرك. وإنها أبادت 90% من طاقم السفينة بتاعته. ألفريد رسم تخيلي لوصف الحوريات، طبعا مش تفصيلي، والصور هتشوفوها معنا في الفيديو. بالنسبة لل10% اللي نجيوا حبسوا نفسهم في زنازين المتمردين في قاع السفينة. احنا لغاية دلوقتي لسه ما دخلناش في الرعب. كاتب ألفريد كان تخين شوية، كانت حركته بطيئة. واحدة من الحوريات عضته في كف ايده قطعته. بعد 3 أيام نبت مكان القطع حراشف زي السمك، وبدأ الكاتب يتحول لحورية. بعد ما الكاتب بدأت تظهر عليه أعراض التغير وقبل شروق الشمس خرم السفينة ونزل للقاع مع باقي القطيع. ودي كانت آخر مرة ألفريد يقرب من البحر، ولحد وفاته كان بيحلم بالحوريات دول. الكتابات دي في معهد التاريخ البحري على فكرة، معروضة هناك بكل أريحية. التاريخ مليان حكايات عن البحر، كل أنهار وبحار العالم بالليل حتى لو ترعى شواطئها عليها جن. يعني مثلا اللي بيغرق بالليل انسى تشوف جثته إلا الصبح. اوعى تحت أي سبب من الأسباب تقرب من أي شاطئ مهما كان بالليل، ده قانون، لأنك ممكن في مرة غصب عنك هتلاقي عيون بتلمع في المية زي الصور اللي معانا دلوقتي. وفي ملايين المشاهدات اتسجلت على كده. على فكرة أكتر دولة سجلت مشاهدات عن الموضوع ده كانت الهند، لأنهم ممكن يطلعوا يسحبوا حد كأنهم تماسيح عادي جدا. زي ما اتفقنا العالم مليان غرائب وعجائب، وكل يوم معنا قصة جديدة، فقط على قناة رعب خلف الظلام. ابقوا معنا.